عندكم الفرشة دي يبقى عندكم كنز يغنيكم عن العجن والفرد. هنعمل بيها عجينة على البوتاجاز بدون فرن، ومكونين بس هنعمل بيها الجلاش والسمبوسة وعيش الصاج والرقاق الطري. بس لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير والاشتراك في قناتي باليوتيوب قناة الشيف سيلا. اول حاجة هحضر 1.5 كوباية من الدقيق المنخول، ضفت عليه رشة ملح وكوباية مية دافية وقلبت. ضفت معلقة كبيرة زيت وقلبت كويس. وفي بولة تانية صفيت العجينة علشان مش عايزة اي كرات من الدقيق. حلة فيها مية مغلية وعليها طاسة غير لاصقة. حضرت العجينة واخدت شوية من العجينة، بدأت افردها في الطاسة بس من غير ما احط اي مادة دهنية في الطاسة. عملت طبقة بالفرشة، زودتها بطبقة تانية. خلوا العجينة سمكها متوسط علشان ما تتقطعش منكم وانتوا بتشكلوها، لا تكون سميكة ولا تكون رفيعة. بسيبها لحد ما لونها يتغير، وبعدين بدأت أحرر الأطراف بالاسباتيولا. رفعت العجينة، بصوا برفعها بمنتهى السهولة، شفافة لكن متماسكة وطرية. بصوا بتطبق في ايدي ازاي. طب لو ما عندكوش نفس الفرشة تقدروا تستخدموا الفرشة السيليكون، وكمان بدل الحلة والطاسة تقدروا تستخدموا صينيتين بمقاسين بنفس الطريقة. هتحطوا مية مغلية في الصينية الصغيرة والأكبر منها توزعوا فيها العجينة، تعملوا دواير جوه بعض بالعجين، وبرضو تقدروا تعملوا طبقتين وتسدوا أي فراغ في العجينة. وفرشة فيها زيت بسيط مسحت ما بين كل طبقة والتانية وغطيتهم بكيس بلاستيك. في طاسة فيها زيت وزبدة ضفت بصلاية مبشورة، أول ما بقت البصلة شفافة ضفت اللحمة المفرومة شوية بشوية، والنار تكون عالية علشان اللحمة ما تخرجش السوائل اللي جواها. أما اللحمة غيرت لونها ضفت عليها معلقة كبيرة من الصلصة، بهرتها بنص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسمر والبابريكا والكباب الصيني أو بهارات اللحمة. قلبتها وسبتها تبرد تماما. فردت ورقة من الجلاش وضفت عليه معلقة من المفروم، طبقت من كل الجهات. بصوا ما شاء الله مرن مش بيتقطع وبلفه بمنتهى السهولة. بكرر ده مع كل الكمية، بس قبل ما ارصه في الصاجات بقفل الطرف بجزء من العجينة علشان اضمن ان هو ما يفكش مني وهو في الفرن. وعلى ورق الزبدة وفي الصاجات رصيت رولات الجلاش باللحمة المفرومة، دهنتها بزيت الزيتون، ممكن اي زيت متوفر. ضفت سماق على وش الرولات وخبزتها في الفرن على درجة حرارة 180 رف أوسط. أخدت مني حوالي ربع ساعة أو لحد ما تتحمر كويس. تقدروا تحمروها كمان في الزيت بتبقى لذيذة برضو. خرجتها من الفرن، سامعين صوت القرمشة؟ بصوا مقرمشة من بره ومن جوه جوسي، ريحتها وصلت للجيران والبيت حرفيا كلوها من الصاجات مباشرة، وطعمة طعامة مش هتشبعوا منها حرفيا. تقدروا كمان تلفوها وتشيلوها في الفريزر، وقبل التقديم تخرجوها تبرد شوية وبعدين تخبزوها في الفرن أو تحمروها في الزيت. بصراحة أكلة سهلة واقتصادية وبتنقذ قوي في العزومات. أما بقى في رمضان معاها بطاطس محمرة وسلطة وكده الفطار هيبقى جاهز. تقدروا كمان الكمية اللي تتبقى من ورق الجلاش الني
تحفظوها في كيس بلاستيك في الفريزر لحد ما تحتاجوها. بلاش تحطوها في التلاجة علشان ما تبص منكم. وبألف هنا على قلبكم.